السلام عليكم. هنعمل النهارده الملوخيه بطريقه جديده ومختلفه وحلوه قوي ولذيذه، وكله في حله واحده، مش هنقعد نعمل في مواعين ولا اي حاجه. يلا بينا على طول نبدا في المقادير. اول حاجه هنجيب الحله اللي احنا هنعمل فيها الملوخيه بتاعتنا، هنحط فيها معلقه من السمنه كبيره عشان الملوخيه والثوم بيحبوا السمنه الكتير، فهتحطي معلقه كبيره، وطبعا على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. وانزل عليها بحبه من الثوم حلوين. هي ليه لونها اخضر هنا؟ عشان انا ادقق معاها او فرمه معاها فلفل حراق اخضر. انا بحب اعملها كده. عايزه تحطي فلفل حراق زي ما انا عملت براحتك، عايزه تشيليه برضو براحتك. حطيت الثوم بتاعنا الكميه المناسبه للملوخيه اللي احنا هنعملها، هحطها واقلبها تقلبتين. وبعد ما اقلبها تقلبتين واحسن حاجه وانت بتعملي التوم خلي النار عاليه كده عشان تفضل الطشه وصوت الصوت اللي بتعمله يفضل موجود، عشان لو وطيت النار مش هتحسي لا بطشه ولا باي حاجه. هقلبها تقلبتين كده، واول ما الاقيها غيرت لون معايا للون الابيض اللي قدامك ده، هننزل باكتر حاجه التوم بيحبها وهي الكزبره الناشفه. هننزل كده بمعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وشم الريحه اللي هتطلع بجد حلوه قوي، وبتبقى مميزه كده وبتدي طعم مميز للملوخيه وخطيره. هشوحه بقى لحد اما التوم يغير لونه معايا للون الذهبي الفاتح. اول ما يبدأ ياخد لون ذهبي فاتح حط عليه على طول الشوربة، عشان خاطر انت مجرد ما بتحطي الشوربة بيبدأ لونها يغمق اكتر. فاول ما التوم معايا بقى بالشكل اللي قدامك دوت، بصي طبعا ما تنخدعيش باللون. الكزبره لونها بني فهتديكي احساس ان التوم اخد لون، لا، لو تركزي في التوميه هتلاقيها لسه لونها ابيض وبدات تبقى ذهبي بسيط. بعد كده اول ما لقيت ان هي خلاص دخلت في اللون الذهبي، هنزل عليها بالملوخيه بتاعتنا الكميه اللي انت عايزاها للملوخيه او المناسبه اللي انت عاملاه. انا نزلت كده معايا بالملوخيه بقى الكميه اللي انا محتاجاها منها، هسيبها تغلي غلوه، يعني الاقيها بتغلي كده قدامي بالشكل اللي قدامك ده. طبعا انا كل شويه بزود شوربه عشان على حسب الكميه، انا بعاير كده بالنظر اشوف هل هتبقى مناسبه ولا لا. ضفت الملوخيه بتاعتي بقى، قصدي الشوربه بتاعتي كلها، واسيبها تغلي على نار عاليه. اول ما الاقيها بصي دخلت في الغليان كده، يبقى هي كده تمام. اجيب بقى الملوخيه بتاعتي اللي انا مخرطاها او جايباها فروزن اللي هي مجمده او اي حاجه، وانزل على الشوربه. المهم جدا 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 ان الشوربه تكون بتغلي عشان الملوخيه ما تفصلش او تسقط تحت او تطلع فوق كده. اول ما الملوخيه انت اصلا مجرد ما بتحطي الملوخيه على الشوربه، الشوربه بتهدى ما بتغليش على طول. بديها بقى تقليبه عشان اخلطهم بقى مع بعض كده، بحيث ان انا اوزع الملوخيه مع الشوربه وكده. بصوا بقى القوام. وبعد كده هسيبها تغلي غلوه. احلى حاجه ان انتي المخصوص الملوخيه اول ما تحطيها سيبيها تغلي غلوه واحده بس، واول ما تغلي اطفي. ليه؟ لان انتي اصلا لما تسيبيها في السخونيه على ما تيجي تغرفيها هتلاقيها استوت تماما، الورقه بتاعتها استوت. غليت معايا كده غلوه، قمت طافيه النار بقى عليها، وشوفي ودوقي احلى ملوخيه تعمليها بطريقه سهله وبسيطه، كلها في خطوه واحده وفي حله واحده. مش تاخد منك اي حاجه لو تقعدي تشيلي في طبق او طاسه وتحطي وتشي وما اعرفش ايه. وطبعا ما ننساش الشهقه، انا شهقت، اوعي تنسي الشهقه في الملوخيه، بحس ان هي مميزه قوي وفعلا بتدي طعم كده حلو ليها. وبصي القوام بتاعها ما شاء الله حلو، ولونها اخضر وجميله اهو ما شاء الله. بجد حلوه قوي ولذيذه، ومش هتاخد معاكي اي وقت، ومنجزه قوي لو انت مثلا في عزومه او اي حاجه. بجد حلوه قوي وطعمها زي التانية التقليديه بالظبط. وبس كده خلصنا، متنسيش تعملي فولو لايك.